النهاردة هنبدأ نشتغل على ديزاين جديد، وهو يعتبر غلاف لكتاب أو غلاف لمجلة أو غلاف لمذكرة. طيب في الأول احنا بنفتح الابليكيشن بتاعنا، وبعدين بنبدأ ندوس على علامة الإضافة، وبندخل على سيرش، وبنعمل المقاس بتاعنا A4 اللي هي الورقة العادية اللي احنا بنطبع عليها، سواء أي حاجة احنا بنطبعها من المكنة عامة. طيب بعدين بندخل على علامة الإضافة، وبندخل على بيكسلز مثلا، وبنبدأ نضيف صورة معينة أو شكل معين اللي احنا عايزين نشتغل عليه. نعمل سيرش على كلمة رجل، وبعدين هنضيف صورة الرجل ده قدامنا، ونبدأ نظبط الحجم بتاعها على قد ما احنا عايزين بالظبط يظهر قدامنا في الديزاين فيما بعد. طبعا دي الخطوة الأولى، احنا بنعمل كذا صفحة. دي أول صفحة احنا هنعملها، وبعدين بنعمل سيف للصورة اللي احنا عملناها دي أو جهزناها. بعد ما بنحفظها بندخل على ابلكيشن ريموف بي، ان احنا بنبدأ نشيل الخلفية بتاعته، نشيل الخلفية بتاعة الصورة ونخلي الشخص بس هو اللي موجود. طيب بعد ما بنختار الصورة خلاص، بتبدأ الصورة طبعا تحمل. احنا اهو اخترنا الصورة، تبدأ هنا الصورة بتاعتنا تحمل. خلاص تشيل الخلفية بتاعتها ويبقى صورة الشخص موجودة قدامنا. بعدين بندوس على كلمة داونلود، خلاص الصورة اتحفظت عندنا في الجهاز. طيب تاني خطوة بقى، احنا بنرجع تاني للابليكيشن، وبنبدأ نعمل صفحة جديدة ونشتغل نضيف صورة الشخص اللي احنا قصيناها خليناها من غير خلفية. بعد ما بنضيفها خلاص اهو تمام، بنحددها، ندوس على كلمة معرض الصور وبعدين بنحددها. بتبدأ تتحط في الصفحة بتاعتنا أو تضاف للصفحة بتاعتنا. خلاص ضفناها وظبطنا الحجم بتاعها. أهم حاجة الأحجام تكون متساوية بالظبط، يكون ماشي مع شكل الإطار بتاع الصورة بالمقاس، علشان هنبدأ نضيف طبقات ولازم كل الطبقات دي تبقى موجودة بالظبط. طيب احنا بندخل على كلمة تأثيرات، وبعدين بنختار آخر تأثير موجود عندنا. بيخلي الصورة كلاسيك أبيض وأسود خالص، أو حاجة غامقة يعني. وبعدين بندخل على الضبط، وبنختار في درجة السطوع إن احنا نخليها أغمق حاجة خالص. طيب عشان يبقى مدينا شكل الأبيض والأسود أكتر، أو إنها أسود أكتر حاجة. طيب بعدين بنعمل طبعا سيف مرة تانية، بس احنا المرة دي بنختار الصفحة التانية بس. بندوس على كلمة مشاركة اللي فوق، وبعدين بنحدد مكتوب عندنا جميع الصفحات تحت، حدد الصفحات اللي انت عايز تنزلها. بعدين بنختار الصفحة اللي هي رقم 2 بس، هي اللي بتبقى معمول عليها علامة صح. بعدين بندوس تم وبنحمل الصورة، بندوس تنزيل. خلاص الصورة اتحملت عندنا على الموبايل. بعد ما بتتحمل عندنا على الموبايل خلاص بنروح الابليكيشن اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده وهو موجود قدامكم. بنبدأ ندخل على تاني اختيار موجود عندنا، بنختار بقى الشكل اللي احنا عايزين خلاص هنشيله من الصورة. الابليكيشن ده احنا اتكلمنا عنه قبل كده في محاضرة، وقلنا هو بيعمل ايه بالظبط، ولكن احنا برضو بنشرح في فيديو مرة تانية. طيب احنا خلاص اخترنا اهو، بنختار يعتبر الاختيار اللي عليه النجمة علشان هو اللي بيشيل اللون محدد، ما بنختارش علامة الاستيكة او المساحة اللي احنا بنمسح بيها، لا احنا بنختار تاني اختيار جنبها. بعدين بنبدأ نحدد نمسح بقى الشكل بتاع الصورة، بنمسح الشخص نفسه، ما بنشيلش الخلفية البيضاء. زي ما احنا شايفين اهم حاجة ان احنا نركز جدا على الحد، واهم حاجة النقطة الحمراء ما تلمس اللون الابيض، لانها لو لمست اللون الابيض طبعا بيتشال على طول. طيب بنهدى وبنمسح خطوة خطوة. احنا طبعا هنا عارضين زي ما انتم شايفين في غلطة مثلا حصلت، اللون الأحمر، النقطة الحمراء اللي هي موجودة في نص الدايرة لمست اللون الأبيض، فاللون الأبيض بدأ يتشال. اهو بنشيل خطوة خطوة. طبعا احنا أول ما بنلمس اللون بتلاقي إن هو بيتشال على طول، ودي الميزة اللي موجودة في الابليكيشن ده، إن احنا نقدر نشيل الشكل زي ما احنا حابين. طيب احنا طبعا اهو خطوة خطوة طبعا معاكم، بحيث ان احنا لو انت مركزتش مثلا في المنطقة الاولى بتركز اكتر في النقطة التانية، وهكذا زي ما احنا شايفين. طبعا بنحدد مع بعض خطوة خطوة. غيرنا طبعا هنا لون الخلفية علشان يوضح لنا اكتر لو في حاجة مش ظاهرة او كده زي ما احنا شايفين.
اهم حاجة عندنا الحدود. ما دام ما احنا خلصنا الحد نفسه خلاص كده، نمسح براحتنا. اللي موجود في الداخل بيبقى سهل اكتر بكتير قوي من الموجود على الاطراف. زي ما احنا شايفين خلاص صغرنا الشكل وخلينا الفرشة بتاعتنا كبيرة شوية وبدأنا نمسح كله مرة واحدة، وهيبقى الموضوع اسهل وابسط بكتير جدا. واهم حاجة عندنا ان احنا منخليش اي نقطة موجودة في الشكل. طبعا احنا عندنا هنا نقط ظاهرة اهي، دي طبعا لازم تتمسح. بنركز طبعا جدا جدا عليها اهو، مفيش اي نقطة تبقى موجودة حتى ولو صغيرة جدا. طبعا هنا اول ما بنلمس اللون الابيض زي ما انتم شايفين بيتمسح بشكل سريع. هنا خلينا الخلفية بلون تاني برضو بحيث ان احنا في اي نقطة او اي حاجة تظهر لنا ونقدر نمسحها. طيب هنا احنا خلاص عملنا سيف، دوسنا على كلمة سيف اهي، بعدين دوسنا على كلمة فينيش اللي موجودة فوق برضو. حفظنا ورجعنا تاني الابليكيشن، عم نعمل الصفحة التالتة علشان نبدأ نشتغل عليها. طيب بعدين بنضيف الشكل اللي احنا لسه قاصينه اللي هي الخلفية البيضاء اهي. او ان احنا مثلا بنضيف الاول الشكل مثلا اللي احنا نحطه في الخلفية. طيب عندنا اهو شارع مثلا، احنا ضفنا يعتبر الاول الشكل بتاع الراجل نفسه، بعدين بنضيف اهو الشارع بنقسمه على المقاس اللي احنا شغالين عليه. طبعا هيظهر لنا هنا اكنه بالظبط اطار والصورة اتحطت جواه. لما احنا هندوس لها دفع للخلف طبعا هندوس على كلمة الوضع وبعدين بنرجعها ورا. طبعا احنا بنظبط المقاس هنا الاول اهو، وضع بعدين الى المؤخرة او الى الخلف. ظهر عندنا الشكل بتاع الراجل اللي احنا كنا عاملينه. طيب ظبط المقاس على قد الورقة برضو بالملي اهم حاجة. طيب هنا اتظبط بالظبط. بعدين بنرجع بقى لمعرض الصور وبنضيف الصورة اللي هي البي ان جي اللي احنا كنا عاملينها في الخطوة اللي قبلها وبنظبطها برضو على نفس الشكل. طيب لازم تكون الحجم موحد علشان يبقى الشكل موحد طبعا. هنا اهو احنا مثلا كبرنا شوية بعدين بنبدأ نصغرها سيكة وهكذا لحد ما الحجم بتاعنا يظبط. طيب بندخل على الشفافية ونقلل شفافية الشكل وبعدين بنظبط اكتر بحيث ان يبقى اللي ورا ظاهر وشكل الراجل نفسه ظاهر. طيب احنا هنا طبعا الحجم بتاعنا كان اكبر شوية فبدأنا نصغره بحيث ان هو يكون مناسب تماما للشكل اللي احنا شغالين عليه كده بالظبط بالملي مظبوط. تمام. احنا عندنا هنا الشفافية زي ما احنا شايفين. بنبدأ بقى نقلل في درجة السطوع شوية بحيث ان يبقى اللي جوه الشخص نفسه برضو ظاهر. وبعدين بندوس على التباين بحيث ان احنا نبين تفاصيل برضو الشخص. وخلاص بنظبط بقى تشبيع الالوان علشان يبقى كل ملامح الشخص اللي قدامنا ظاهر وطبعا اللي في الخلفية ظاهر. بندوس برضو شير وبعدين بندوس على تنزيل وبنختار الصفحة اللي احنا هننزلها وهي الصفحة التالتة اللي احنا كنا شغالين عليها دلوقتي. بعد ما بنسيبها خلاص بنروح على ابلكيشن ريموف بي جي وبنبدأ نشتغل زي ما احنا شايفين اهو ريموف بي جي. بنبدأ نشيل الخلفية مرة تانية، الخلفية البيضة بس علشان هنبدأ نحط حاجة ورا الشخص اللي احنا شغالين عليه. طبعا احنا هنا اول ما بنحدد الصورة خلاص الخلفية اتشالت اهو. ندوس خلاص داونلود وبعدين بنروح تاني الابليكيشن وبنرجع مرة تانية نعمل صفحة جديدة. بنضيف بقى الطبقة اللي احنا لسه عاملينها او الصورة اللي احنا لسه عاملينها اهي، اضافة الى الصفحة بعد ما حددناها وجبنا معرض الصور طبعا. خلاص ضفنا الصورة. بنرجع بقى لبيكسلز مرة تانية ونختار شكل نحطه في الخلفية. هنا فضلنا ان احنا نحط شكل مباني بحيث ان هو هيدي الموضوع شكل احترافي اكتر وشكل جميل اكتر، ويفضل ان الحاجة اللي تكون في الخلفية تكون لونها ابيض واسود. طبعا هنا احنا حددنا الصورة ودوسنا على كلمة المزيد وخليناها تعيين كخلفية وبعدين جبنا الطبقة اللي احنا شغالين عليها دي وعملنا الشفافية بتاعتها اقل شوية اهو، قللنا الشفافية اكتر. الموضوع ظهر احترافي شوية بقى الشكل جميل اكتر من الاول. بعدين بنبدأ نكتب بقى كلمة او العنوان بتاع المجلة او العنوان بتاع المذكرة اللي احنا بنعملها سواء لدرس او حاجة او اي عنوان احنا عايزين نضيفه. بننزل الاطار تحت في العناصر اللي هي اطارات الصور وبعدين بنعمل سيرش على الحروف نفسها. اول حرف من بنتول اهو حرف البي طبعا. اخترنا حرف البي خلاص تمام. بنعمل سيرش على الحرف اللي بعده
تمام. احنا طبعا هنا بنعمل سيرش على حرف حرف لحد اخر الحروف. مش لازم ان احنا نكمل كل الحروف، اظن يعني كفاية حرف او اتنين منهم او تلاتة، وطبعا انت تعمل سيرش على باقي حروف الكلمة كلها. طيب بعد ما عملنا يعتبر السيرش على الحروف كلها اهو، احنا طبعا قصينا حتة زي كده علشان نقصر في الوقت شوية. هنروح نحدد من الطبقات كل الحروف مع بعض ونجمعهم، ندوس على كلمة تجميع اللي موجودة عندنا فوق، ونبدأ نصغرهم كلهم مع بعض بحيث ان هم يبقوا حجم واحد. طيب بعد ما صغرناهم خلاص هما الكل، بنحركهم على المكان اللي احنا عايزين نضيفهم فيه، وبعدين بنبدأ نعمل لهم تفكيك وبنرصهم جنب بعض حسب ترتيب الحروف. بعدين بنعمل المسافة ما بينهم تكون واحدة، مسافة موحدة طبعا، علشان نعرف نشتغل ويكون شكل جميل طبعا، مش أي شكل وخلاص. هنا طبعا رجعنا نحدد كله مع بعض مرة تانية ونجمعهم بحيث إن احنا نخلي الحجم أصغر شوية. طيب بعد ما صغرنا الحجم أهو، بدأنا نوزع طبعا حروف، بدأنا من الهامش، بنحط الحروف جنب بعض زي ما احنا شايفين، لازم يكون متساوي من فوق ومن تحت، لازم يكون قصاد بعض بالملي طبعا بحيث ان الشكل يكون احترافي اكتر. عندنا هنا بدأنا نوزع الحروف، خلي المسافة ما بين الحرف والحرف نفس المسافة زي ما احنا شايفين طبعا. طبعا متناسب من فوق ومن تحت، خلاص هو المقاس موحد. طبعا هنا بنزوم اهو، بنبدأ نظبط الخطوط بتاعتنا تبقى متناسبة، يبقى حاجة مقاسها فوق قد مقاسها تحت، كله قد بعضه. تمام. هنا اهو بنضيف حرف التي، بعدين طبعا زي ما احنا شايفين المقاس موحد ما بين كل الحروف. ودي ميزة من مميزات كانفا، ان هو بيديك على طول المقاسات بتاعته، يعني بيخلي الشكل احترافي اكتر طبعا، غير لما انت تضيف عشوائي وتخلي المسافات ابعد، هنا مسافة كبيرة وهنا مسافة صغيرة. فاحنا بنحاول برضو نخلي كله قصاد بعضه زي ما احنا شايفين. هنا المقاس اهو كده، المقاسات كلها قد بعض. بنحاول برضو نبعد حرف الأو شوية بحيث ان يبقى المقاس برضو مظبوط شوية، هنا نبعده اكتر اكتر. خلاص تمام كده اتظبط، وعلى نفس الخط برضو من تحت. طيب بعدين بنضيف حرف ال طبعا زي ما احنا اتعودنا خلاص، بنظبط مقاساته في الأول ما بينهم وبين بعض. خلاص هنا التلات خطوط دول ظهروا لنا ان هم متساويين في نفس ماشيين على نفس الخط. هنا بنضيف حرف الايه اللمسة الأخيرة، طبعا ظاهر لنا ان كله ما بين بعضه نفس المقاس بالملي. طيب حرف الاي، حرف البي، كله تمام تمام تمام. زي ما احنا شايفين احنا بنحاول نقرب من بعض بحيث ان احنا نظبط المسافة ما بينهم. فهندوس على كلمة تحديد مرة تانية، ودي الطريقة التانية للتجميع. ممكن نعمل من الطبقات، ممكن نعمل من التحديد من كلمة المزيد، مفيش أي مشكلة. أهو جمعنا، ندوس محاذاة نخليهم إلى المنتصف كده، الشكل بتاعنا بقى في النص بالظبط. طيب بندخل بقى على كلمة بيكسلز مرة تانية وبنكتب كلمة مدينة مثلا ونجيب شكل مدينة. هنا الصورة بنعمل لها تكرار وبناخدها نحطها في أول حرف أهو. الصورة بنعمل لها تكرار، مش مشكلة أول حرف أو تاني حرف أو تالت حرف، المهم إن احنا هنعبي كل الحروف بالصورة، وهكذا. طبعا واحدة ورا التانية ورا التالتة ورا الرابعة لحد ما بنخلص كل الحروف، وهوريك الشكل النهائي ليهم. هنا خلاص باقي آخر حرف. طبعا عملت تكرار أكيد اتلخبطت يعني، فهنشيل الصورة الأخيرة وخلاص. ده الشكل النهائي لغلاف أيا كان مجلة أو كتاب أو أيا يكن، هو طبعا غلاف وهمي واحنا بنشتغل عليه. طيب احنا بندوس سيف طبعا مرة تانية وبنحدد الصفحة اللي احنا شغالين عليها، الصفحة الحالية، وبعدين بنحفظها. خلاص سيف تمام. بالصيغة بتاعتنا طبعا ان هي بي ان جي، خلاص حفظناها. ايا يكن بي ان جي او جي بي جي او اي حاجه موجوده عندنا احنا عايزين نحفظ بيها. طبعا انا بوريك الطبقات اللي احنا اشتغلنا عليها 4 طبقات، ودي كانت النتيجه. طيب احنا عايزين نعمل الشكل الموك اب اللي احنا كنا عاملينه.
طبعا هنا بندخل على الموكابس وبعدين بنختار الطباعة وبنختار شكل الكتاب اللي هو تحس ان هو 3D شوية اهو. بعدين بنختار شكل الغلاف اللي احنا عملناه وبعدين بيحضر قدامنا، بنشده وبنحطه في الشكل الغلاف، هو بيحمل شوية وبعدين خلاص بيظهر قدامنا ان هو تمام. بنختار واحد تاني اهو. انا طبعا حبيت ان انا اختار شكلين بحيث ان انا برضو اظهر للجميع الطريقة. طبعا هنا الشكل مش متوازن، مش احسن حاجة، فاحنا بندوس مرة تانية عليه وبعدين بنرجع نخليه متلائم، وكده ظهر معانا الشكل الاخير. شكرا جدا ليكم. كان معاكم كابتن محمد بيكا من تيم بنتولا، بنشرح لكم جرافيك ديزاين من ابلكيشن كانفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.